الافريج ريكومنديشنز لمعظم الالعاب اللي في الدنيا. انت البروتين من 1.4 لحد 2.5. بقى في ناس من 2 ل 2.5 وفي ناس من 1.8 ل 2 وفي ناس مش عارف من ايه كارب. تعالى نمسك حاجه زي الكربوهيدرات. تعالى نتخيل ان اللعبه مثلا احتياجها من 5 ل 7 جرام بير كيلو جرام بير داي. يبقى انا لما شفت اللعبه دي احتياجها ايه على حسب حمل اللاعب التمرين بتاعه والكلام ده كله، لقيت ان اللاعب بيتمرن بشكل ايه؟ متوسط لمرتفع. دي معظم الناس بتتمرن كده. شويه متوسط شويه مرتفع، فالافرج ان هي من مودريت لهاي انتنستي. من 5 ل 7 جرام بير كيلو جرام بير داي. ادي هي فوائد. تعال نعملها على الكارب، احنا قلنا المره اللي فاتت على البروتين، تعال نعملها على الكارب. انا عندي اول فتره اللي هي فتره الايه؟ الاعداد العام. صح كده؟ بعد كده عندي فتره سبيسيفيك اللي هي الاعداد الخاص. ماشي؟ وبعد كده عندي فتره المنافسه. تعال نفكر. اعداد عام. الله ينور، اشكركم جدا. يبقى انا هبدا كده باقل ايه؟ باقل حاجه 5 جرام بير كيلو جرام بير داي. دكتور معلش انا راجل رخم شويه بحب اشتغل بالنسب المئويه. اقول لك من عيني هتلاقي ان معظم الريكومنديشنز من 55 ل 65% من التوتال كالوريز. انت هنا هتشتغل بمين؟ 55%. حسب مدرستك يا باشا كله صح والله. انت ترتاح عليه.